مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة الفايش، طريقة خطواته يعني مهمة اكتر من المقادير. هنشوف الفيديو وندخل مع المقادير مع بعض ونشوفها. مهم لايك وشير للقناة، وهنشوف المقادير مع بعض دلوقتي. بصوا، اول حاجة في البداية اجيب برطمان نضيف كده ومغسول ومتنشف كويس، وهكون جايبة حمص. انا بعملها بالحمص وطحناه كويس جدا، وهحط 4 معالق بالظبط في البرطمان ده. البرطمان ده بيشيل كيلو، نص كيلو لبن، نص بس. طبعا كنت جبت نص كيلو لبن وسخنت، يعني مش سخنته، غليته كويس على النار. واول ما غليته ضفت اللبن كده على الحمص وقلبته كويس جدا جدا اهو. هقلب، اهم حاجة اقلب كويس، ما اسيبش اي كلاكيع او اي تكتلات من جوه. وهجيب كيسة، لازم كيسة كده عشان اقفل البرطمان كويس وما يبقاش اي فيه هوا. ده هيقعد ليلة يوم بحاله، يعني انا عاملاه الساعة 12 الظهر مثلا، 12 الصبح تاني يوم لازم نبص عليه. هنا طبعا دي الخطوة التانية اللي هي جبت ده كيلو لبن، وهحط عليه معلقة كركم وهقلبه كويس. طبعا انا دفيته على النار برضك، لان ده اللي هعجن بيه العجينة الخميرة. دي الخطوة التانية. وهجيب 4 معالق او 3 معالق سكر، ده محلب. 4 معالق. المحلب اللي بيتباع عند العطار بجيبه طبعا حبيبات، وطحنته مع 4 معالق سكر. وهضيفهم يعني يا ريت في حاجة كده ليها غطاء محكم. بصوا بقى الخميرة، فتحتها لدرجة لما فتحتها طلع منها جزء مني. تعرفيها ان هي بتفور وبتعمل فراغات كده بين البرطمان كده. هتشوفيه هتلاقيها مختلفة تماما عن كنت سايباها اول يوم. هضيفها كده اهو. هي دي الخميرة انا بفضيها. وضفت كيلو دقيق، وحطيت كيلو اللبن، وحطيت المحلب بالسكر والكركم، وهعجن. دي عجينة الخطوة التانية، دي عجينة بالظبط، دي الخميرة، يعني اساس عجينة الخميرة. مش لسه ما دخلناش في العجينة اللي هي بتاعت الخليط الفايش. هقلب كده هو، هي تبقى عجينة سايلة، يعني مش هتبقى عجينة يعني سميكة او تقيلة، لا. أنا هقعد احط دقيق. اهم حاجة عجينها كويس، ما يبقاش في اي تكتلات. واللبن زي ما قلت لازم يبقى دافي برضك، عشان هحط الخميرة هتكون دافية. وهقلب كويس جدا لحد ما الخليط ده كله يبقى واحد. واقفلها برضك. ودي بقى هسيبها ساعتين بس. دي بعد ما هعجنها هتتساب ساعتين بس. وهتشوفوا انه بعد ساعتين دي هتملى، هتطلع لحد اخر الحلة. ولو سبتوها زيادة كمان ممكن تفور. بصوا الشبه عجينة الزلابية، شايفين؟ في ناس بتقيلها عن كده، بس لا، انا هنا كده كده هحطها، دي خميرة هحطها على العجين، مش لازم اتقلها يعني. بصوا انا قفلت الغطاء محكم، لازم حلة يكون غطاها محكم. وحط كيس وحطيت البطانية وهسيبها ساعتين. هنا دي زبدة انا كنت مسيحاها، ده نص كيلو زبدة. وجبت كمان كيلو لبن اهو، وحطيت عليه معلقة كركم. انا كنت لو شفتوا في الاول الخميرة كنت حاطة كركم، فكان ما بحبش ازود كتير. في ناس بتحب تزود وفي ناس ما بتحطوش خالص، دي حسب رغبتك. لو انت مش عايزة تضيفي كركم مش مشكلة. ده 3 كيلو دقيق. عايزة حاجة بقى ترجع لك، عايزة تحطي 5 6 10 حاجة ترجع لك. انا عجنت 3 وضفت اللبن اللي فيه الكركم. وهوريكم الخميرة. بصوا هي باينة، يعني الغطا باين. بصوا طلعت لحد حافة الحلة، ولو سبتها نص ساعة كمان كانت تفور. طبعا ضفتها على العجين اللي انا هعجنه كله، بقى بعجنه مع بعض. بس هقعد اعجن واجيب اللبن واقعد اعجن شوية. عايزة خليط، يعني عايزة لبن او مية بحط. عايزة تضيفي لبن تاني ماشي، عايزة تضيفي مية حاجة ترجعلك. الزبدة اخر حاجة. بص 3 كيلو 3 كيلو اللي انتوا شايفينهم دول، يعني خدوا نص كيلو وزيادة كوباية، يعني نص كيلو وكوباية زبدة.
انا عجنته يا جماعه بزبده، كان طالع فعلا هش جدا وناعم ومش مستحمل، يعني شبه البسكوت. اهو الزبده في اخر حاجه بعد ما عجنت العجينه كويس. الزبده بتبقى اخر حاجه لان بتلم العجين. بصوا، بتلم العجين لدرجه بيبقاش في يعني بصوا، ما بتلزقش حتى في الجناب الطبق ولا في ايدي. بتسيب ايدي يعني. شايفينها؟ هي بتبقى عجينه متماسكه ومش سايله. هسيبها طبعا ساعتين بردك، هتختمر وهتملى الطبق ده لاخره. طبعا انا كنت سايباها ساعتين واختمرت. انا بقصر لكم الفيديو عشان الوقت الفيديو وما تزهقوش. بصوا كان اختمرت وشايفينها طرية كده. وبصوا بقى بعملها كورة كده. طبعا انا دهنت الصينية، لازم دهنة سمنة او زبدة، وهطبطب عليها. بس يا ريت يعني ما تطبطبوش عليه قوي وتقللوها قوي، لان هو بيفرش زيادة في الفرن فهيبقى سمكه قليل. فيا ريت طبطبة خفيفة. هنسيبه في الصينية برضك ساعتين ويخمر. بعد ساعتين في الصينية، انا كنت سيبته ساعتين اختمر في الصينية ودخلته الفرن. شايفين بعد ما طلع بقى بيتضاعف حجمه في الفرن. الفرن تبقى يعني ولا عالية ولا هادية، لازم متوسطة. شايفين؟ بيبقى كده بالشكل ده، ما بيتنفخ وعادي لو قربوا لبعض كده. بنفصلهم وبنقطع كده تقطيع صوابع وبنحمصه. كنت طبعا دلوقتي سيبته يبرد خالص. لازم يتساب يبرد وبعدين اقطعه. الأحسن يعني تسيبيه لتاني يوم، لان اول يوم بيبقى طري جدا، ما بتعرفيش تقطعيها وتطلعيها صح. تاني يوم بيتماسك، بتعرفي تقطعيها صح وبتتقطع بسرعة جدا. اهو انا بقطع صوابع. شايفين بقى من جوه؟ يعني هش جدا وفراغات فيه. وعايزه اقول لكم بعد ما اتحمص يعني مش مستحمل، كان بيتكسر بطريقه يعني يعني مش مستحمل. ده اخف من البسكوت. شايفين؟ انا ما ضفتش سكر على فكرة. في ناس بتضيف العجينة سكر. وهدخله الفرن على نار هادية يتحمص في صينية. يا ريت التحميص في الصينية زي ما انتم شايفين كده. وشكرا كده. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة ولايك وشير. وجربوا كده وتقولوا لي، ويا رب كده يعجبكم. هو بجد طريقة خطواته كتيرة شوية، بس سهل وبيطلع بكمية يعني.